بعد طول انتظار نزل اول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة على منصة شاهد. المسلسل عظمة، احمد فهمي عظمة، وباسم سمرة دوره لسه ما بانش قوي، ولكن باسم سمرة كده كده عظمه. وطبعا شفنا زي راكين سعد وجيهان الشماشري، طبعا ادوارهم كان باين عليها انها داخلين على مسلسل الموسم. وطبعا في استاذ صلاح عبد الله في المسلسل، ولكن اللي عجبني الصراحه احمد فهمي قوي قوي قوي. انا كنت متوقع كده ولكن هو عدى، لان احمد فهمي اولا هو ممثل مش كوميديان. انا بالنسبه لي في فرق بين الممثل والكوميديان، يعني انا مثلا ما اشوفش هشام او شيكو في دور زي اللي احمد فهمي ده عامله او دور حزن عموما، انما احمد فهمي عمل الدور كويس. وانا الصراحه شايف ان الانفصال احسن خطوه هم خدوها في حياتهم. لو ما كانوش انفصلوا عن بعض كان زماننا زي ما قلت قبل كده هنشوف الثلاثه في 3 مسلسلات، 4 مسلسلات، 5 افلام، مش اكتر من كده، لان مفيش انتاج هيتحمل الثلاثه وهيبقوا دايما مع بعض فهنمل منهم. ولكن كل واحد شق طريقه، والصراحه شايف ان احسن شق طريق فيهم هو احمد فهمي، عمل الدور كويس، وده كله لسه في اول حلقتين. وطبعا المسلسل بيحكي عن سفاح الجيزه اللي كان من كام سنه في مصر، فالمسلسل هينجح ولا ممكن ما ينجحش؟